هل تعلم أنك خلال أسبوعين فقط يمكنك أن تشعر بخفة في جسمك، وبطن مسطح، وهضم أسهل، ونشاط يشبه ما تشعر به بعد تنظيف شامل للجسم؟ نعم، هذا المشروب الطبيعي البسيط الذي سأكشف لك أسراره اليوم يمكنه أن يغير شعورك اليومي تماماً دون أدوية ودون تكلفة. دعني أطرح عليك سؤالاً سريعاً. هل تعلم أن أكثر من 70% من الناس يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي بسبب تراكم السموم وضعف وظائف الكبد والمعدة؟ وهذا ما يسبب الإرهاق المستمر، الانتفاخ، قلة التركيز، بل وحتى مشاكل في الجلد. لكن لا تقلق، ففي هذا الفيديو سأقدم لك وصفة طبيعية مذهلة، مجربة وفعالة، تعمل على تنظيف الكبد والمعدة يومياً بطريقة آمنة ومذهلة. تابع الفيديو حتى النهاية لأنني سأكشف لك طريقة التحضير الصحيحة، أفضل وقت لتناولها، وأخطاء شائعة يقع فيها الكثيرون عند استخدامها، كي تستفيد منها لأقصى درجة ممكنة. هيا نبدأ. يد تشير إلى أسفل. لماذا تحتاج إلى تنظيف الكبد والمعدة؟ الكبد هو مصنع الجسم الكيميائي وفلتره الأساسي، المسؤول عن تنقية الدم من السموم والفضلات الناتجة عن الأدوية، المبيدات، الدهون الضارة وحتى المواد الحافظة. أما المعدة فهي بوابة الجسم الأولى، حيث تبدأ رحلة الهضم وامتصاص المغذيات. لكن مع نمط الحياة العصري، الضغوط، الوجبات السريعة، المشروبات الغازية، تتراكم السموم في الجسم بشكل يفوق قدرة الكبد والمعدة على التعامل معها. فيبدأ الكبد بفقدان كفاءته شيئاً فشيئاً، مما يؤدي إلى تراكم الدهون داخله وزيادة الجهد الواقع عليه. كما تبدأ المعدة في إرسال إشارات استغاثة تظهر على شكل عسر هضم مستمر، انتفاخ مزعج بعد كل وجبة، تجشؤ متكرر، شعور بالثقل في البطن. وليس هذا فحسب، بل إن تأثير تراكم السموم يتعدى الجهاز الهضمي ليطال الجهاز العصبي، الجهاز المناعي. فتبدأ المعاناة من الصداع، قلة التركيز، ضعف المناعة، التعب المزمن، مشاكل في البشرة، حبوب، بقع داكنة. لكن الجميل أن الجسم لديه قدرة مذهلة على التعافي بشرط أن نقدم له ما يدعمه ويعيد إليه التوازن. وهنا تظهر أهمية هذا المشروب الطبيعي. مكونات المشروب وفوائد كل منها: 1. شرطة عصير الليمون الطازج. ليمون غني بفيتامين سي، يحفز العصارة الصفراوية، يساعد على هضم الدهون، يوازن حموضة الجسم، ينشط الإنزيمات الهاضمة. 2. شرطة الزنجبيل المبشور عشب، يحتوي على الجنجرول والشوجول، مضاد للالتهاب، يحسن حركة الأمعاء، يقلل الانتفاخ والغازات، يدعم الكبد ويحسن التمثيل الغذائي للدهون. 3. شرطة خل التفاح العضوي، تفاح أحمر، يحتوي على حمض الأسيتيك، يساعد فيتفتت الدهون، يدعم البكتيريا النافعة، يقلل سكر الدم، يذيب الدهون حول الكبد. 4. شرطة رشة قرفة أبو فروة، غنية بمضادات الأكسدة، تحمي الكبد من التلف، تنشط الدورة الدموية، توازن البكتيريا في الأمعاء، تقلل سكر الدم وتمنع الانتفاخ. 5. شرطة كوب ماء دافئ مبلل عرقاً، يذيب المكونات ويمزجها، يسهل الامتصاص، ينشط الأمعاء، يرطب الكبد والخلايا، يساعد في طرد السموم عبر البول والعرق. طريقة التحضير والاستخدام: 1. في كوب نظيف ضع ملعقة كبيرة من خل التفاح العضوي. 2. أضف نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور.
3. اعصر نصف ليمونة طازجة. 4. أضف رشة صغيرة من القرفة الناعمة. 5. أسكب فوقها كوبا من الماء الدافئ وليس الساخن. 6. حرك جيدا حتى تمتزج المكونات. يد تشير إلى اليمين ينصح بشرب هذا المزيج في الصباح الباكر على معدة فارغة قبل الأكل ب2 دقيقة. ومع الاستمرار يوميا لمدة أسبوعين ستلاحظ خفة في حركة الأمعاء، تحسن الهضم، زوال الانتفاخ، إشراقة في البشرة، صفاء الذهن. تحذيرات هامة. إشارة تحذير: إذا كنت تعاني من قرحة المعدة أو مشاكل القولون أو المريء استشر طبيبك أولاً. لا تفرط في استخدام خل التفاح. لا تشرب المشروب أكثر من مرة يومياً. النتائج تأتي بالاعتدال والاستمرارية وليس بالإفراط. نجوم ساطعة. إذا أعجبك هذا المشروب وقررت تجربته، أخبرنا في التعليقات بنتيجتك خلال أسبوعين. ولا تنسى دعمنا بالاشتراك والإعجاب لمزيد من الوصفات الطبيعية.